السلام عليكم، يا مساء الورد عليكم يا شباب. عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده خارجين نتسحر في مكان جديد، خيمه رمضانيه اسمها قدره. اتنين صحابي قالوا لي عليها، قلت لهم يلا بينا نجرب. فاحنا هوريكم مكانها بقى، وهنخش نشوف ايه الجو جوه ونظام السحور عندهم عامل ايه. هي مش بعيده، هي هنا في العصافره، انا دلوقتي في المنظره، وهي قالوا لي عند سانتوس اللي في العصافرة، فهنمشي نشوف سانتوس ندخل جنبه على طول. الجو لسه ساقع شوية، بس الجاكيت الجلد بقى بيمنع الهواء، والخوذة بتدفي. من فوائد الخوذة غير انها بتحمي راسك انها بتدفي. فين سانتوس؟ اهو سانتوس. ده احنا ما لحقناش، دي جنب البيت عندي خالص يعني. ادي سانتوس، وادي السكوتر بتاع صاحبي اهو، وادي السكوتر التاني بتاع صاحبنا التاني. البحر خطير، انا واحد بيعشق البحر. ادي الشباب الحلوين اهم منورين. انا لازم اجي افطر يوم هنا. القعده دي ما تتفوتش الصراحه ساعه المغرب. ادي السحور عينات برضو. من الواضح ان الدنيا كلها بقت عينات، ومن الواضح ان الاسعار بقت واحده. يعني اصور لكم المنيو دلوقتي. الاكل حلو جدا لكن الكميات صغيره جدا. هات المنيو كده يا احمد. ده المنيو ودي الاسعار. ده السحور وده الفطار. السحور كان حلو جدا بس الكميات كانت قليله، يعني احنا يعني شخصين ونص، ده ما كلش كفايه يعني. فدي كل الحاجات اللي احنا طلبناها، ولسه طالبين تاني يعني. دول طاستين فوق بعض، طاستين فوق بعض، واحده واحده واحده. ودي للاسف كانت الفاتوره. احيه. المكان رايق، الدنيا حلوه جوه، كان الاكل حلو لذيذ يعني. طبعا موضوع الاسعار ده نسبي يعني، مش في ناس هتشوف ان الاسعار غاليه، في ناس هتقول لا الاسعار كويسه. فالموضوع راجع لكم انتوا يعني. اما بالنسبه كمكان وخدمه وستاف والدنيا دي، كانت الدنيا حلوه جدا. ممكن يبان ان المكان كان فاضي، بس انا ما بحبش ان انا اقتحم خصوصيه الناس، فدايما لما بصور في الركن اللي ما فيهوش ناس. فممكن تعتقدوا ان المكان فاضي، بس لا، هو كان فيه ناس في المكان يعني. بالنسبة للباركينج، كان في باركينج فري. ما خدوش مننا فلوس على الباركينج، بس انا ما اعرفش هل العربيات كمان ما بياخدوش عليها فلوس في الباركينج، ولا بس السكوترز والموتوسيكلات. لكن احنا ما دفعناش فلوس باركينج. اتمنى ان فلوج النهارده يكون عجبكم. اكتبوا لي رايكم في التعليقات، واشوفكم الفلوج الجاي ان شاء الله. مع السلامه.